تجميع النصوص أو text clustering. ممكن يبان معقد شوية، بس هو في الحقيقة فكرته بسيطة جدا. عشان نفهمها خلينا ننسى الكمبيوتر خالص دلوقتي ونتكلم عن الفرز العادي اللي كلنا عارفينه. تخيلوا كده إن قدامنا كومة ضخمة زي الجبل من الكلام، آلاف وآلاف من تعليقات الناس، مقالات، بوستات على السوشيال ميديا، كله داخل في بعضه، فوضى كاملة. هنا بقى الكمبيوتر بيبدأ يشتغل، بيمسك نص ورا نص ويبدأ يدور على الحاجات المتشابهة. فممكن مثلا أول كومة يكونها تكون لكل الكلام اللي عن الكورة، وبعدين وهو بيكمل يلاقي مجموعة نصوص تانية ملهاش أي علاقة بالكورة خالص، دي بتتكلم عن الأكل والوصفات، يقوم عاملهم كومة لوحدهم، كومة طبخ. وهكذا بقى يفضل ماشي على نفس المنوال. يلاقي كلام عن التكنولوجيا يعملوا كومة، كلام عن السفر كومة تانية، موضوع متكرر بيعملوا مجموعة لوحده. وفي الآخر خالص الجبل العشوائي اللي بدأنا بيه ده بيتحول لمجموعات منظمة ومرتبة، كل مجموعة ليها معنى وليها موضوع.